السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير وحياكم الله. آه، أول شيء نسأل الله أن يغفر لأخينا سعود معدي القحطاني الشاعر الذي انتشر خبر وفاته قبل أيام وسقوطه من الجبل. نسأل الله يغفر له ويرحمه ويجعل ما أصابه في آخر حياته من الآلام والأوجاع التي مات بسببها مكفرة لذنوبه، اللهم آمين. مر علي منشور سأضع لكم هنا صراحة استوقفني. يقول: في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. صححه الألباني. معنى حالق أي المكان المرتفع، يصعد حالقا يعني يصعد مكان مرتفع كالجبل، يتردى منه أي يسقط. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا يعني يصعد مكانا مرتفعا كالجبل وغيره، ثم يتردى منه أي يسقط. احتمال كبير أن الذي حصل للشاعر رحمه الله سعود معدي إنها عين سببت له أنه يصعد لهذا المكان ثم يتردى منه، كما في هذا الحديث الذي صححه الألباني، يعني هذا من أسباب، هذا مما تسببه العين، تجعل الإنسان يصعد حالقا ثم يتردى منه. أن العين مما تسببه أنها تسقط الإنسان من علو. أنا صراحة ما كنت أعرف هذا الحديث، لكن لما مر بي نشره أحدهم متزامنا مع خبر وفاة الشاعر قلت احتمال كبير أنها انطبقت عليه. الشاعر كان رحمه الله له مواهب كثيرة من الشعر، وأيضا له ما شاء الله يعني جمال ووسامة، وله حباه الله بميزات كثيرة وإلقاء وجرأة، ومعروف لقائه مع المشتهر مع الشاعر الآخر اللي نسيت اسمه، كان لقاء جريء، فله مواهب كثيرة، والناس بعضها لا يعطي خير ولا يذكر الله، فهذا مما يدعونا أن ننتبه من العين كثيرا من غير وسوسة، لكن نحتاط لها كثيرا. حتى الذي وضع هذا الخبر الذي وضع هذا الحديث كما هو موضح لكم في الصورة علق عليها هو الدكتور عبد الله بالقاسم، وقال: انتبهوا من كثرة التصوير في السناب وغيره، قد يصور أحدهم وهو في سفر ورحلة سياحية فيراه حاسد فيصيبه بعينه فيتردى من شاهق الجبل. حبيت أفيد بهذا الحديث من لم يسمعه مثلي، لأنه صراحة ينبغي نشره مع خبر الشاعر رحمه الله لنأخذ العبرة والعظة. كفانا الله الشر حاسد إذا حسد. وهذا فيه دعوة وأختم بها كلامي أن نحرص على أذكار للصباح والمساء، أقل شيء أذكار الصباح والمساء لا تتركها. وإذا كنت شاك أن فيك عين أو شيء لا تترك الرقية، وارحم نفسك ولا تهملها من هذا الجانب. السلام عليكم.